السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي يا صحابي يا حبايبي يا متابعيني في كل مكان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. والناس اللي مش متابعيني، فدي قناتي، قناة حكاوي مع بسبوسة. كل يوم بنحكي مع بعض حكاية وقصة جديدة. حكايتنا النهاردة بقى حكاية موجودة في كل بيت عندنا، وكمان ممكن تبقى موجودة في أغلبية البيت اللي عندنا. طب ايه هي حكايتنا بقى يا بسبوسة؟ هاتي كوباية الشاي بتاعتك كده، ولا كوباية القهوة بتاعتك، وتعالي يا ست الكل اقعدي معانا كده جنب هنا لما نتكلم مع بعض. حكايتنا بقى يا ست الكل، واحدة صاحبتي بعتالي بتقول لي يا بسبوسة انا ما بقتش مالية عين جوزي بقى ببص لبره. فقلت لها يا اختي احسن اللي ما خدتهوش القرع تاخده من الشعور. فهي زعلت قالت لا، انا عايزة جوزي ما يبصش لحد تاني غيري. فقلت لها يا ستي خلاص، تعالي معايا كده، قومي افتحي الدولاب بتاعك وطلعي من الدولاب ده هدوم انت ما لبستهاش من زمان والبسيها، وحطي حته فيرنت صغيره كده على وشك وحته روج كده، واتفرجي على نفسك في المرايه هتبقى عامله ازاي. هتبقى حته عسل، هتقولي يا لهوي ايه العسل والسكر اللي انا فيه ده. هتبصي لنفسك هتلاقي نفسك واثقه من نفسك كده. طول ما الواحده عندها ثقه في نفسها، الثقه اللي بتبقى موجوده عند الواحده دي بتلاقيها تلقائي كده بتتوزع على كل الناس اللي حواليها. يعني خليكي اول واهم حاجة في حياتك، اعملي كل حاجة انت عايزاها، البسي كل اللي انت نفسك فيه، حطي برفان، مش عندي برفان يا بسبوسة حطي مخمرية. طب مش عندي مخمرية، المعطر بتاع الجو ده هاتيه كده وعطري بيه الشقة وعطري بيه نفسك كده. ساعتها هتقولي ايه الحلاوة دي، ايه السكر ده، ايه العسل ده. هتحسي نفسك كده برنسيسة بيتك. لو واحدة، عايزين احنا كلنا مش عايزين جيزاننا تبص لحد غيرنا، ما تبصش ما تشوفش واحدة احلى مننا، كل واحدة حلوة بجمالها وبطبعها، مش لازم الشكل، بس بحاجات بسيطة كده بتخلي نفسك مفيش احسن منك في الدنيا. يعني انا اول حاجة عندي كده، خليكي اهم حاجة في حياتك، دي رقم واحد، اكتبيها كده وعلقيها كده قدامك. انا اهم حاجة في حياة نفسي، اخلي بالي من نفسي، اخلي بالي من صحتي. طول ما صحتك عليك طول ما انت واخدة بالك من نفسك، صدقيني يعني استحالة جوزك يقدر يبص لبره. دي حاجة. الحاجة التانية بقى معانا هنا، انا جوزي راجع من الشغل تعبان، فانا عايزة اغير موده. اول ما بسمع كده فتحة الباب بتاعته كده، لو في ايدي ايه ارمي كل اللي في ايدي كده واطلع جري عليه على الباب كده، ابص له بصه حلوه واضحك له الحمد لله على السلامه. إيه النور اللي جه ده يا اولاد؟ مش لازم يعني بوز البطه اللي احنا بنمده قدام ده 500 شبر كده، لا، خليكي كده فرفوشه كده. هيلاقي اصلا الدخله لوحدها في البيت، يعني بصي تفتح النفس كده. يعني لو عنده هموم الدنيا ومشاكل الدنيا، اول ما يدخل بدخلتك كده عليه وابتسامتك وحمد لله على السلامه يا حبيبي وكده، بتلاقي المود بتاعه اتغير تماما. ارتب بيتي، انوم ولادي، ساعات كده انوم ولادي، يعني يجي يلاقي البيت الولاد نايمين، البيت متضلم متنضف، رش فيه معطر، خلي ريحة البيت كده جميلة اول ما يجي يدخل البيت معاكي كده. بعد كده جهزي له عشاء حلو، بعد ما عادي اي عشاء باللي موجود، يعني مش لازم اي عشاء، عادي ساعة لما يجي كده حطوا له يتعشى. بعد ما يتعشى كده تكوني عامله صينيه هريسه حلوه زي كده، طبق عشان الله طبق مهلبيه. عادي اي حاجه، هما بيرضوا باي حاجه. صينيه كيكه. اقعدوا ساعه لما يجي يقعد كده، مش لازم نمسك التليفون بتاعنا ونفضل ماسكين بقى وقاعدين. ساعه لما يجي كده، بصي انسي كل اللي انت كنت فيه، انسي تعب العيال، انسي الشغل اللي انت كنت تعبانه فيه في البيت، انسي المناهده بتاعتك طول اليوم، كانك بترمي الحمول كلها عشان ايه تسترخي كده، ويبقى يعني ايه تغيري مود اللي انت تقدري تكملي اليوم اللي بعده. اقعدي جنبه، بلاش تليفون، حتى هو ساعة لما يجي يمسك التليفون كده، شيلي منه التليفون كده بحركة لطيفة كده وعسل كده،
قولوا لي يا اخي احنا قاعدين مع بعض، مش لازم التليفون، احنا هنقعد مع بعض ولا هنقعد مع التليفون؟ اتكلمي معاه، اضحكي معاه، هاتي فيلم، اتفرجوا على فيلم مع بعض، اتفرجوا على مسرحية مع بعض كده واضحكوا مع بعض كده. بجد والله هتلاقي يعني المود بتاعكو اتغير 360 درجة. هتكوني انت نفسك مستعدة ومهيئة ان انت تستقبلي اصلا اليوم التاني. هو هيلاحظ التغيير اللي انت بقيتي فيه. يعني تاني حاجة بقى، خليكي صاحبته، خليكي صاحبته، اكتبي كده في الورقة كده، خليكي صاحبته، عشان خاطر لما عاوز يتكلم يتكلم معاكي، يفضفض معاكي. ساعة لما يجي يتكلم معاكي ويفضفض معاكي كده، مش لازم اكون ساعتها اللي انا مراته وقراراتي وكلامي كله بمراته، لا، انا ابص له بصه تانية، اعتبريه ابنك، كأن ابنك قاعد وبيتكلم معاكي. حتى لو حاجه ضايقتك مش لازم تطلعي الضيق بتاعك، لا، ابلعيها واتكلمي معاه، مش اللي انت مراته خالص، لا، انت واحده صاحبته، اتكلمي معاه كأنك بنته. يعني ان هو يكون مرتاح اصلا، ان هو لما يجي يحكي لك حاجه تبقى مستعده ان انت تستقبلي الكلام بتاعه، مش اللي هو هيلاقي بقى نكد ومشاكل وحوارات. ساعه لما يجي يقعد كده، اركني النكد على ناحيه خالص، والله العظيم بجد، حتى لو انت متعكننه وفصلانه، اركنيه، قولي لا، انا في بالي كده، لا، انا مش عايزه انكد النهارده. انا مش طالب معايا نكد النهارده، انا زهقت من كتر النكد، خلينا نفرفش كده ونغير جو والله. هي الناس هتعيش قد ايه يعني؟ هي مره واحده والله، ما هنعيش تاني. وشوفي التغيير اللي هيكون في جوزك كده، بجد والله شوفي التغيير اللي هيكون في جوزك هيبقى عامل ازاي. هعمل حاجه لو اداكي، حتى لو حاجات بسيطه، اداكي فلوس مثلا، قالك خدي ال 200 جنيه دول عشانك، والله تسلم ايدك يا ابو العيال، والله ربنا ما يحرمناش منك يا ابو العيال. حتى حاجه بسيطه، مثلا لو حاجه بسيطه، مش لازم يعني حاجه كبيره مثلا ذهب ولا حاجه بسيطه، مثلا اعمل لك حاجه في البيت حتى لو مش عاجباكي كده، طب والله تسلم ايدك يا ابو العيال، انا عارفه ان انا تعبتك معايا، حتى لو مش عاجباك وانت هتعملها بعد كده، بس ان هو هيبقى ايه، عنده استعداد ان هو يعمل لك حاجات تانية، وان هو يبقى مستعد ان هو اصلا يقدم لك حاجات تانية. اما لو لا، يا لهوي ايه اللي انت عامله ده، هو بيتعمل بالطريقه ديت، لا هو ينفع بالطريقه ديت، صدقني قسما بالله ما هيعمل الحاجه دي تاني. ده تالت حاجه بقى، اشكريه، اشكريه، اكتبي الحاجات في ورقه كده وعلقيها، اشكريه على اي حاجه هو بيعملها لك، ان شاء الله لو الحاجه اللي بيعملها لك دي اصلا ما تستاهلش الشكر، بس يا ستي كتر خير ان هي طلعت منه. جربي بس، جربي التلات حاجات كده في ليله كده، وشوفي يومك هيبقى عامل ازاي. مكالمه تليفون في نص اليوم كده، ايه يا ابو العيال عامل ايه، طمنا عليك، مش لازم اللي اني مثلا ابقى مستنيه دايما الاهتمام منه، مش لازم والله. اللي بيقولك الاهتمام ما بينطلبش، لا، الاهتمام بينطلب. وانت قاعدين كده، ايه يا اخي انت ما قلتليش كلمه حلوه من زمان، ايه انت مش وحشتك؟ الحاجات دي بتبسط الراجل، حتى لو هو ناسي ان هو يقولها من كتر بلاوي الدنيا والتوهان والتعب اللي هو فيه اصلا، بتلاقيه نفسه بيبقى مبسوط. حتى لو هو تعبان ووشه مرهق وفي عز تعبه، زي ما هو يقولك مثلا ايه العسل ده، لما يلاقيكي كده قاعده ومستنيه ومظبطه الدنيا، فتلاقيه بيقولك يا لهوي ايه العسل ده، ايه الحلاوه دي. شايفاكي لما بتحطيش لايك للفيديو، يا ريت نحط لايك للفيديو ونشير الفيديو لاكبر عدد من الستات. واخر حاجه انا عايزه اقولها، الاهتمام عمره ما بيقل منك، لا والله العظيم بالعكس، ده بحافظ على جوزك وبيتك وولادك. واشوفكم الفيديو الجاي في حكاوي بسبوسه، مع كل يوم حكايه جديده، في رعايه الله وحفظه، مع الف سلامه.